السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم بحقل جديد. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهاردة عن حشرة بتصيب أوراق الحمضيات، ألا وهي حشرة صناعات أنفاج أوراق الحمضيات. طبعا بتتبع الحشرة دي رتبة حرشفية الأجنحة. بتتبع هذه العائلة مجموعة كبيرة من الفراشات صغيرة ودقيقة الحجم. طبعا ديت أجنحتها طبعا بتكون رمحية الشكل، والجناح الخلفي له سنام. يرقات هذه العائلة تصنع أنفاقا بقعية زي ما حضراتكم شايفين هنا، أنفاق بقعية على الأوراق. ومن هذه العائلة أنواع طبعا هي بتصيب عائلات كثيرة معانا، زي صناعات أوراق الخروع، صناعات أوراق الصفصاف، صناعات أوراق العليق. وصفت هذه الحشرة أو انتشرت في البداية، في أول ما انتشرت في الدول انتشرت في دولة الهند. طبعا كان الانتشار دي سنة 1856، وطبعا وانتقلت منها إلى الفلبين واليابان واستراليا وأفريقيا. وفي عام 1993 ابتدت ان الحشره فعلا وصلت اسبانيا وفلوريدا وجزر القرم، واتسع انتشارها حتى سنه 1994 انتشرت الى دول البحر المتوسط. طبعا هذه الحشره طبعا انتشرت الافه طبعا او الحشره بشراسه كبيره جدا، واصبحت تشكل خطرا على اشجار الحمضيات خصوصا على الشتول والنباتات الصغيره. وطبعا بيقتصر دور هذه الآفة على الأوراق الغضة زي ما انتم شايفين هنا اهي، أوراق الغضة الحديثة. ابتدت اللي كانت أول ما انتشرت على هذه الأوراق الغضة الحديثة، وقامت بعمل الأنفاق البقعية زي ما احنا موضحين هنا في الصورة. طبعا بتقوم ان هي بتهاجم معانا برضك زي ما انتم شايفين النموات الحديثة والنموات الغضة. وطبعا بتؤدي الإصابة الشديدة إلى النقص الكمي والنوعي في المحصول، حيث أنها تؤدي إلى نقص كمية المحصول بمعدل بنسبة 50%، وبتؤدي إلى نقص وزن الثمار بنسبة 42%، نتيجة طبعا دي حدث نتيجة إيه؟ انخفاض العمليات الحيوية. طبعا انخفاض العمليات الحيوية، طبعا الورق من المنظر دي طبعا مفيش امتصاص للغذاء، مفيش قام بعمليات التمثيل البناء الضوئي. طبعا في الأوراق دي طبعا لازم تكون معانا بنقص كمية الإنتاج ونقص كمية المحصول. وطبعا في حالة الإصابة الشديدة في الأوراق النباتات الصغيرة أو الشتلات طبعا ممكن إن هي بتؤدي إلى موت النبات. طبعا احنا النهارده عايزين نتكلم عن العلاج. طبعا العلاج اللي احنا هنقوم بيه طبعا احنا هنحاول ان احنا نعالج بمادة ابيماكتين بمعدل 250 ل 300 سم لكل 600 لتر مياه، وهنضيف معاهم حوالي 200 جرام مادة الأسيتا امبرايت، ونحاول نضيف معاهم 250 ل 500 سنتي مادة نشرة ومادة لاصقة. طبعا المعاملة دي هنقوم بيها، وبعد حوالي 10 أيام من الرشة ديت هنقوم بتكرار نفس هذه الرشة مرة أخرى. وإن شاء الله هنا نكون احنا قد نهينا على الحشرة بإذن الله بأكبر عدد أو أقدر كمية ممكنة. ويا رب نكونوا فدناكم بحلقتنا اليوم إن شاء الله، وحاولنا نوضح لكم الإصابة بهذه الآفة جيدا وطرق العلاج خاصة بها. وما تنسوش تفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.